السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حبايب قلبي وحشتوني وحشتوني وحشتوني. يلا لو انت كسلانة انت وهي تعالى هنشطك التنشيط اللي هو بقى اللي مية مية بأمر الله. هنا بقى انت بتعملي ايه دلوقتي يا ام كريم؟ هقول لكم بقى بعمل ايه. شايفين كل دوت اتشال واتغسل، الانتريه اتشال واتغسل والفرش بتاعه اتشال واتغسل وكل حاجه اتشالت واتغسلت. وهنا صبنت الحيطان كده زي ما انتم شايفينها وشطفتها. وهنا غسلت الشباك زي ما انتم شايفين كده اهوت. ومعلش لو الكاميرا والتصوير مش حلو سامحوني، لان التليفون فيه حاجه في الكاميرا وربنا ييسر وهشوف المشكله اللي فيه دي بامر الله. بس انا مش عارفه فيه ايه بصراحه. يلا الحمد لله، شايفين الارضيه وشايفين الحاجه اهي اللي بعمل بيها. هنا بقى معايا ايه؟ معايا الخلطه الجباره اللي هتخلي بلاطك مرايه وهتخلي غسيلك زي الفل وهتخلي حاجتك مية مية. وانتوا عارفين ام كريم والنظافه بقى والحلاوه والريحه الحلوه. اهم حاجه الريحه الحلوه اللي انا بعشقها. اي ريحه حلوه انا اعشقها. ريحه بيت حلوه، ريحه برفان حلوه، الحاجات الحلوه الحلوه ما بحبش الا الحلو. يلا بقى اضحكوا اضحكوا اضحكوا. يلا هنعمل ايه بقى؟ خلينا نفرح شويه ونهيص شويه ونشجع نفسنا قبل الشتاء والاكتئاب بقى والكآبه وده كله. مش عايزه اطول عليكم. هنا معايا ايه؟ الخلطه دي يا بنات بتخلي الغسيل فله. عارفين يعني ايه فله؟ الغسيل الابيض او مسح الارضيات او غسيل السيراميك، كل دوت بتخليه زي الفل. معايا المكونات ايه؟ مش هطول عليكم. معايا بسم الله ما شاء الله تبارك الله. معايا هنا برسيل جل، معايا اوكسي، معايا اريال. بتختاري واحد من الاتنين اللي يعجبك تحطيه. انا عن نفسي هحط حبه من ده وحبه من ده عشان الريحه الحلوه وريحه الاوكسي انا بموت فيها وبعشقها. معايا الكلوريكس الابيض. معايا صابون مواعين، مش هقول لكم شامبو سجاجيد ولا جايبه لي البلاط، بس بيخلي الدنيا زي الفل يا بنات والله العظيم. والطريقه دي ممكن تغسلي منها سجاجيد. يعني بصي، بلاط، غسيل هدوم، غسيل سجاجيد. وعندي هنا ايه؟ عندي بطاس بتاع زمان بتاع امي وامك، فاكراها ولا نسيتيه؟ يلا بقى، ان كنتوا ناسين انا هفكركم بيه. وزهره بيضه من عند العطار، حاجه كده بيضه اسمها زهره بيضه، بودره بقى عباره عن بودر. بتقولي لاي عطار انا عايزه زي الزهره البيضه، بيديكي ب5 جنيه بيغرقك. وعندك البطاس هنا برضه اهو، جايبه ربع. طبعا هاخده. هعمل فيه ايه؟ اول حاجه هعملها، هتعملي البطاس ادوبه في حبه ميه، وانا بعمله هوريهولكم. بس انا بوريكم المكونات اللي انا هعملها. كل ده بحطه على بعضه، بيدي ريحه وبيدي رغوه وبيدي نظافه وبيدي مش نشاط وحيويه. ويلا قومي يا زكيه انت وهي بقى، وقوموا قبل ما نقعد تحت البطانيه. يلا تعالوا نشتغل ونتعب شويه قبل ما نقعد تحت البطانيه وما نعملش حاجه. يلا هشوف هعمل ايه وهجيب الطبق اللي هعمل فيه وهجيلكوا تاني. بصوا يا بنات، هنا زي معايا هنا البطاس عباره عن صودا كاويه. ده كنا بنغسل بيه زمان وبنغلي بيه زمان. امي بقى الله يرحمها كانت بتعمل كده. هنا هعمل ايه؟ معايا ميه اهي، هحط حبه ميه كده يا دوبك ايه هدوب البطاس فيه. بسم الله. انا جايبه الطبق ده واي معلقه سيليكون كده عندك او معلقه خشب دوبيه خالص. وبعد كده هحط الاضافات التانيه بقى في الجيركن وهوريكم الجيركن، بس بعيدي عنه او تقدري تلبسي كمامه لان بيعمل ريحه وبيسخن، خلي بالك. بصوا مطلع بخار. زي ما انتم شايفين كده يا بنات اهو. هخليه يعمل خالص ويدوب خالص. لو تقدري تحطي له ميه من التلاجة حطيه. حط له ايه لحسن البساط طالع. بس حلو قوي كده. خليه بقى لحد ما يبرد كده ويستهدى. ما تصبوش في الجيركن اللي انت تحطيه فيه كده على طول، سيبيه لما يستهدى. هفضل ادوب فيه. هو داب كده خالص اهو. هسيبه بقى لما يبرد وهحطه في الجيركن وهوريك انا هعمل ايه بعد كده. هنا يا بنات زي ما انتم شايفين كده حطيت اهو الميه بالبطاس واستهدى كده. قلت عشان ما اهدرش الايه الزهره البيضه، بودره بيضه خالص.
ما عندكيش زهره بيضه حطي كربوناتو، ما عندكيش كربوناتو حطي ملح ليمون. ملح الليمون برضو بيخلي البلاط زي الفل. وهحط له ملح طعام برضو، هحط له كده معلقتين برضو. شايفين؟ قولوا شايفين حبيبتي يا هنوده وحشتيني. بس هنا فضيت معايا بقى. هبتدي بقى ايه، شوفوا اللي بيعمل طاقية الإخفة ده اسخن من الإخفة. هفتح الازازة. بصوا حبايب قلبي، هنا حطيت اهو الزهرة البيضة زي ما انتوا شايفين. هنزل ايه بالكلور. انتوا مقدرتك بقى في الكلور، عايزة تحطيها كلها عايزة تحطي نصها، انا هحط نصها كفاية عشان انا هزود حاجات تانية. وهنا بقى اللي روحي ده يا بنات بينعنشني، بيخليني انتعش، بيخليني ببقى عايزه اخد شاور بيه من جماله ومن حلاوته ومن ريحته. والله العظيم انا بجيب الشاور، بحب الشاور، بس انا بحب من ريحته. ده بينشطني في المواعين، ريحته كده بتجنني. في الغسيل الاسمر، في الغسيل العادي، في المسح كده بحب احط فيه. بس هحط ايه، هحط الكيس كله، هحط الكيس كله وبس. وهصب بقى هحط اريال برضو، هحط نص كيس، واحط نص كيس الاوكسي، واحط الصابون. ويلا بقى تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. بصوا يا بنات اهو حطيت الصابون السائل اللي هو بتاع المواعين مش شامبو سجاجيد، وحطيت ايه تاني، وحطيت الاوكسي عشان يدي ريحه. بصوا تقل ازاي، شايفين؟ استنى اوريهولكم. شايفين تقلان ازاي؟ هقلبه بقى كده. الجيش قالك اتصرف. بصوا يا حبايب قلبي، يعني كيلو صابون، حبه اريال، نص كيس اريال من ابو 10 جنيه، قولي كيس ب5 جنيه، قولي الكلور النص ازازه، البيطاس قول هاتي ب5 جنيه مثلا، بس انا جايبه ربع ب10، وجايبه ب5 جنيه زهره بيضه. ده بقى تاخدي منه الحبه لايه، هنقول تاني عشان لو لسه داخله الفيديو. هناخد منه للمسح، هناخد منه الغسيل، الغسالات العاديه اللي هي النص اوتوماتيك او الفوق اوتوماتيك. في ناس بتحطها في الفوق اوتوماتيك كمان، بيخلي الغسيل بتاعها زي الفل برضو. فعايزين ننضف الحاجه ونخلي الحاجه فله. واهم حاجه بس وانتي بتحطي الميه على البطاطس ابعدي شويه لا تلبسي كمامه، لان بيطلع ريحه. ويا ريت تحطي له ميه ساقعه من التلاجة عشان اللهم صل على حضره الحبيب النبي، عشان ايه، عشان بيعمل تفاعل وبيعمل ريحه. بصوا انا في الاخر هعمل تجربه مش عارفه هعمل فيها ايه، هعمل بيها ايه، لا هتفيدني بقى لا هعمل زي طاقية الاخفه كده لما ادت بالصوت من البلكونه، الله يرحمها ويسامحها. بس وهنعمل بقى وهنشتغل وهنشوف هنعمل ايه. اعمليها وجربيها والله ما هتسليها وهتدعي لي عليها. هتخلي لك بلاطك زي الفل، سيراميكك زي الفل. انا كمان المفروض كنت حطيت لها كمان، بحب احط لها كلوريكس الوان، انما انا ما عنديش، وهبقى اجيب بقى واحط لها. اي حاجه عايزه تحطيها لها حطيها لها. وبديل البودره البيضاء، لا تحطي ملح ابيض لا تحطي كربوناتو، وبقى اشتغلي. يلا ربنا معاكي بقى، هتخلي لك بلاطك فله بقى. والرغوه بقى، عشاق الرغوه حنان حبيبه قلبي من السعوديه، احلى تحيه لحنان حبيبه قلبي، والاهل السعوديه كلهم اهل الكرم والجود وحبايب قلبي، وكل البلاد العربيه على راسنا واخواتنا وحبايبنا. يلا بقى هنقوم نشتغل وهندي الرغوه في الارض بقى، وربنا يجيب الخير ان شاء الله. قوموا يا بنات، النظافه حلوه، وعشان تنضفوا قبل رمضان. كنت اقول لكم قبل رمضان، ربنا يبلغنا رمضان اللهم امين يا رب العالمين. يلا يا حبايب قلبي هنشوف هنعمل ايه. بنات عايزه اقول لكم حاجه، لو ما عندك كمان اللهم صل على حضره الحبيب النبي، لو عندك معطر غسيل حطي له برده، بيدي ريحه جميله بقى لما بتغسلي منه الحمام او تمسحي برده، عزكم الله، بيبقى زي الفل. الحبه دول بقى تاخديهم وتشتغلي بيهم، هيخلوا لك الدنيا زي الفل وزي ما انت ايه عايزه. ونظافتهم بصراحه ربنا على جمالها، انا مجرباها في كذا حاجه والله يا بنات زي الفل. يلا هشوفها اقوم بقى اديها بقى مقشه بقى ودعكه، وهوريكم بقى الرغوه في الارض شكلها ايه. حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، استنى اشغل لكم الاضاءه. زي ما انتم شايفين كده الرغوه اهي معايا ما شاء الله. هو ده طبعي يا حبايبي، وهو ده اللي انا بحب امسح بيه من قبل قناه ومن قبل اي حاجه، والله هو ده طبعي الحمد لله. يعني ربنا يدينا الصحه والقوه يا رب.
حتى جيراني بيتفرجوا عليا وبيشوفوني وكلهم عارفين الطبع دوت. ما بعرفش امسح اعزكم الله بخيشه وجردل كده، لا، لازم اما ادلق حبه الميه. حتى لو ما عنديش الخلطه اللي انا عاملاها دي، لو حبه الميه بالاريال بالكلور بيخلوا الدنيا زي الفل. شايفه الرغوه يا حنونه؟ شايفه الرغوه اهو. والله يا بنات بشتغل شويه وبقعد ارتاح شويه الحمد لله، بس ربنا يدينا الصحه والقوه. بصوا جلطه البلاط ازاي مخلياه رخام مش بلاط، والله زي الفل اهو. يلا اللي عايزه تشجع معايا قومي يلا للرغوه، وهشطفها بقى وهوريكم في الاخر خالص اما بعمل بقى اما اخلص. ربنا يدينا القوه يا رب ويديكم. يلا قومي اتنشطي قبل ما الشتاء يدخل علينا والبرد يدخل علينا. يلا تشجعي معايا حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مسكت الصاله زي ما انتم شايفين، صبنت كله كده زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، ومسكت الارضيه مسحتها. ديكوا شايفين بقى البطاطس، شايفين مخليني الارض شكلها ايه. وقبليها بيوم يا حبايب قلبي مسكت النيش برضو عملته. انا بعمل كل يوم حاجه على قدي. انا حاسه ان الفتره اللي فاتت ما كنتش انا والله يا حبايبي الحمد لله. شايفين؟ مش عايزه اوريكم الضرفه التانية عشان المرايات. كل ده اتغسل واتشال واتحط غيره نضيف في المفارش واتمسح من جوه واتغسل واترص. الحمد لله النظافه حلوه. قبل رمضان كده، قبل رمضان مش مركزه خالص، قبل الشتاء ما يخش علينا والبرد طبعا مش هنبلبط في الميه والدنيا تبقى برد. احنا من دلوقتي مش متحملها والله للمواعين. الحمد لله يا حبايب قلبي. شايفين النظافه؟ شايفين الجمال؟ شايفين ريحه النظافه وحلاوتها؟ لو انت كسلانه قومي. استنى معه كده واقول لكم بقى. مسكت النيشه اهو يا حبايب قلبي. مش عايزه اجيب لكم عشان المرايه ما يطلعش في المرايه بقى وانا المكابوس بتمسح ومش قادره اقول لكم. الحمد لله. الفتره اللي فاتت والله يا حبايبي كان نفسيتي تعبانه جدا، ما كنتش بعمل حاجه في الشقه ما كانتش عجباني، بس كان فيا عندي طاقه سلبيه كده مش عايزه ان انا اقوم ولا اعمل حاجه. فاتغلبت على نفسي والله والحمد لله، وقمت اهو بقى عملتها. ويلا قوموا معايا لو انت كسلانه ولا زعلانه ولا زهقانه. صدقيني والله ريحه المسح هيفرق معاكي والنظافه تفرق معاكي. بص البلاط شكله ايه. الله يصلح لك حالك يا صاحب البيت الحاج محمد العجوز، الله يشفيه ويعافيه. تحيه لي من هنا، وبدعي لكم بقول لكم كلكم تدعوا له بالشفاء. ربنا يشفيه ويعافيه وينور له نور عينه وما يحرمهوش من نور عينه ويخلي له ولاده ويخلي له ذريته. راجل امير امير. بصوا البلاط وبصوا الحلاوه. كنا واخدين الشقه دي يا حبايبي الحمد لله. كنت واخده شقه قبليها قبل ما اتجوز، وسبحان الله ما كانش ليا فيها نصيب، وكنت موضبه توضيب حلو قوي من زمان بقى من سنه 90. جي 31 سنه دلوقتي الحمد لله. فسيبناها بقى واحنا مخطوبين برضو. خدت بقى دي الله يبارك له، خدتها على المفتاح. ربنا بيعوض والله العظيم ربنا بيعوض. لدرجة ان ما جيت اوضب من كذا سنة كده، يجي من 25 سنة كنت عاملة بيت النور بقى وبعمل في كده. فقلنا نغير السيراميك ونعمل سيراميك. قلت لا البلاط احلى، وفعلا وقعته وحشة وربنا يستر على اللي عاملين سيراميك. مش بيبقى حلو زي البلاط وبيطلع بقى في الشتاء تلج. فبصوا ده بقى بسم الله ما شاء الله تبارك الله. عايزاكي تقومي تعملي الخلطه اللي انا عملتها دي. ولو مش عايزه تعملي البيطاس ولا البودره البيضاء ولا كل ده الزهره البيضاء، اعملي هاتي الاريال وحطي حبه اوكسي مع حبه البرسيل، ده بيدي ريحه رائعه. انا بصوا ده بيجنني وبينعنشني كده وبحبه، طب عايزه اشرب منه حبه والله. يلا قومي انت كمان تشجعي معايا. هقوم بقى افرشها وبقى اوريها لكم في الاخر خالص. يا رب بس يكون ايه اتنشطتوا من الشغل اللي احنا عملناه. وكل ده والله اتغسل كل يوم بعمل حاجة على قدي. غسلت الانتريه وغسلت فرشه وشلت فرشه عزكم الله، وغسلته برضو كل حاجة مغسولة، وصبنت الصالة كلها والله. بس ما خلعتش الشباك عشان الشباك بخاف منه ليه؟ عشان حلمت كذا مرة ان هو بيقع مني، وانا لما بحلم بحاجة بتتحقق. فربنا يسترها علينا وعليكم. وعايزه اجيب الراجل يظبطولي لاني لاقيه الالمونيا ابتدى يخرج من الازاز اعزكم الله. فربنا يسترها علينا.
ربنا كريم. يلا يلا قوموا تشجعوا، وهنشوف هنعمل ايه تاني وهوريكم. عايزه اقول لكم حاجه يا حبايب قلبي، ان يوم 19/11 انا تميت 4 سنين في القناه، ولسه ما تمتش ال5000. ادعوا لي بقى ان اتمهم. هقول لكم ايه، ربنا كريم وربنا بيرزق عباده، والحمد لله على كل اللي بيجيبه. كل واحد بياخد نصيبه، انا راضيه بنصيبي وراضيه بقضائي. انا عارفه ان في ناس بتحبني في القناه، وناس بتعزني وناس بتخش لي على الخاص وبتكلمني وبيقولوا لي انت وحشتينا، وكل حبايبي دول والله العظيم على قد ما بقدر ان انا بفكر ساعات ان انا اسيبها او ابيعها، على قد ما بقول لا عشان حبايبي، حتى لو مش هاخد منها مليم يا حبايب قلبي. كفايه حبي ليكوا، وربنا يخليكوا ليا ويديمكوا في حياتي نعمه. احلى اخوات، وعرفت منها احلى اخوات، وعرفت منها احلى حبايب، وناس ما تتعوضش، وحبيبه قلبي اللي هي عارفه نفسها بقى، وحبايب قلبي كلهم والله. كلكم على راسي وكلكم حبايبي. كل اللي بيخش يكتب لي تعليق، وكل اللي يخش يقول لي انت وحشتينا، وكل اللي بيخش يقول لي انت فين. جزاكم الله كل خير، وما تحرمش منكم ابدا يا اخواتي يا حبايبي. ربنا يديمكم في حياتي نعمه يا رب، واوصل بيكم لل100,000. يعني هدفي في الحياه، وبقول يا رب اللي مع ربنا عمره ما بيندم ابدا. جبت زعفه جديده يا بنات اهي، شايفين؟ كل شويه اجيب زعفات، اجيب مقشه، اجيب الحاجات اللي بتشجعك على النظافه. لو اي حاجه تفرحك وانتي زعلانه وهتفرحك هاتيها تفرحك. زي ايه؟ انا عن نفسي اللي بيفرحني وبيبسطني قوي، بحب المساحيق، بحب اجيب زعفه حلوه، اعزكم الله. بحب اجيب ادوات النظافه يعني، الحاجات الحلوه، الحاجات اللي ليها ريحه. لو انتي في حاجه بتفرحك من دي اعمليها. ربنا يفرح قلوبكم جميعا يا رب، واشوفكم في اسعد حال، واشوفكم احسن الناس، وربنا يخليكم ليا وما تحرموش مني، ولا تحرم منكم ابدا يا فنزاتي، حبايب قلبي يا فنزاتي. هشوف هعمل ايه يا فنزاتي، هفرش الصلاه بقى وابقى اوريكم.